السلام عليكم خياتي وحباباتي. قبل ما نبداو لا فيديو نصلوا ونسلموا على رسول الله. جمعة مباركة عليكم وعلى الجميع ان شاء الله. اليوم خياتي طليت عليكم بوحدة وصفة الرز، وصفة رائعة لمحبين الرز. راني متأكدة باللي راح تعجبكم هذه الوصفة، وفيها مقادير وخضر راني متأكدة باللي كاينة في كل بيت. اليوم الجمعة ما كاش اللي ما عندهاش الرز والجلبانة وطوماطيش في البيت تاعها. جربيها واكتشفي البنه تاعها، تجي بنينه بزاف بزاف. انا جربتها وراح نعتمدها دايما عندي في الكوزينه تاعي، وراح نديرها من ضمن الوصفات اللي دايما نعتمدهم انايا. شوفوا ما يجيش كامل معجن ويجي بنين بنين. هذه وصفه ماشي تاعنا، هي وصفه تاع خاوتنا التوانسه. جربتها وعجبتني وحبيت نبارطاجيها معكم باش كامل تستفادوا وكامل تجربوها. تبعوا معايا خياتي المقادير وطريقة التحضير بإذن الله كامل تنجحوا فيها. هنا شوفوا خياتي وش عندي ربطة تاع سلق تكون غسلتها مليح وقطرتها وقطعتها بهذا الشكل تكون رقيقة. شوفوا هنا الأعود تاع الربطة تاع السلق تاعي تكون شوية خشينة. درت منها غير كمية صغيرة. نتوما لا جبتوا ربطة تاع سلق تكون طريه والاعواد تاعها طرايه ديروها كامل. ديت منها غير كميه صغيره. شوفوا قطعت السلق تاعي وحضرت المكونات تاعي كامل في جفنه. شوفوا واش عندي المكونات. عندي سلق ربطه وحده، وعندي حبه بصله تكون كبيره قطعتها مربعات، وعندي زوج حبات طوماطيش كنت قطعتهم مربعات صغار، وعندي كميه قليله من الهريسه اللي تحب دير الهريسه اللي ما تحبش دير، وعندي مغرفه كبيره تاع طوماطيش مصبره، عندي كميه صغيره من تاع جلبانه كونجلي، وعندي واحد الربع تاع صدر تاع دجاج كنت قطعتهم مربعات صغار كيما شتوني، وعندي واحد زوج كيسان تاع روز كنت غسلته مليح وقطرته على الكسكاس، وجيت هنايا فرغته في الجفنه تاعي. هنايا انا استعملت الجفنه تاعي باش تجيني الخدمه سهله، ما يبقاش يتزربع لي المكونات تاعي. هذا ما كان. هنا جبت 3 فصوص تاع ثوم كيما راكم تشوفوا. هنا هذا الرز يحب الثوم بصح ما تكثرولوش بزاف، 3 سنينات في هذه الكميه تكفي. انا جيت رابيتو بهذه الطريقه. شوف انا الوصفه هذه تعمدت نديرها لكم بالجمعه. راني عارفه باللي الجمعه الناس كامل تقضي وكامل. جربوا خياتي. شوفوا عندي نص مغرفه كبيره تاع ملح. هنا الملح نص مغرفه في هذه الكميه تكفي خياتي، ولا درتو كميه كبيره ديروا مغرفه كبيره. شوفوا راكو عارفين الخضره كامل لازم تتملح والرز يحب الملح. شوفوا واش عندي في لي زيبيس خياتي. عندي نص مغرفه كبيره، عفوا نص مغرفه صغيره تاع فلفل الكحل. عندي نص مغرفه صغيره تاع راس الحانوت، وعندي مغرفه صغيره تاع فلفل عكري. شوفوا التوابل اللي يكونوا عندكم ديروا كامل منهم شويه 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 شويه. هذا واش نقدر نقول لكم. وهنا خياتي كميه الزيت هي اللي واحد 6 ملاعق كبار تاع زيت هنا باش ما يخليناش الروز تاعنا معجن وتجينا بنينه من الداخل. هنا شديت كامل المكونات تاعي خلطتهم بهذا الشكل. شتو الجفنه خياتي شحال تساعدكم كي تكونوا تخدموا بهذه الطريقه. ندخلوا كامل المكونات باش نتاكدوا بلي التوابل دخلوا في بعضهم، والملح ثاني توزع لنا كامل في الخضره تاعنا. انا ما نكذبش عليكم الزوج تاعي كي دخل وصابني نخدم فيها هكا شغلي تنخلع وقال لي شنو هذه الوصفه اللي كي تخدمي فيها. من بعد كي ذاقها عجبته بزاف بزاف. شغل السلق هذا يذوب الخضره كامل الطيب، يولي السلق هذا كامل ما يبان لكمش في الروز تاعكم، يولي يبان حاجه قليله برك. عارفين الرجال تاع الشعب الجزائري ما يحبوش حاجه هكا شغل غريبه وكامل. بصح من داك واحد يحب يسي ويحب يكتشف الاذواق وكامل. هنايا شديت الروز تاعي درتو فيه كسكاس لازم يتفور هذا الروز. متخافوش خياتي تقولوا ما يطيبش ولا فيه كميه من طوماطيش وكميه تاع البصل راح تخليه يطيب عادي في الماء تاع الخضره تاعنا يطيب. عطولو برك الوقت تاع الطياب تاعو واحد تقريبا ساعه يطيب لكم زبده كيما راكو تشوفوا. شوفوا انا درت كميه صغيره ودرتها في هذا الكسكاس، وانتم لا درتوا كميه كبيره ديروها في كسكاس يكون كبير باش ما يتعجل لكمش. هذا ما كان. وانتم لا عندكم مغطى تاع الكسكاس تاعكم تكون زجاج غطوها بالمغطى، ولا عندكمش المغطى تاعها تقدروا ديروا بابي كويسون كيما انا درت وغطيتها بواحد الغطاء كيما راكم تشوفوا. المهم برك شغل الفوار برك يعاود يولي ليها باش يخليها طيب. هذا ما كان.
ونخلوها طيب واحد لمده ساعه هكاك على نار قليله، ما تزربولهاش في الطياب، وخلوها طيب في غردها. هذا ماك هنا شوفوا خليتها انايا ما نكذبش عليكم واحد تقريبا 45 دقيقه، وعاودت وليتها. حبيت نتاكد برك من الروزي لا طابلي. جيت هنايا فرغته في الجفنه تاعي عادي. هنا برك راه يبان لكم معجن، هو ما يتعجن ما والو، دوك تفتحوه عادي كيما الطعام. شوف نشتو كميه السلق تولي ما تبانش كي الذوب، واللي يبان غير الروز والخضره تاعكم. تفتحوه هكا بكل سهوله، غير بشويه بشويه. ما تزيدوا والو خياتي، ما تزيدوا لا زيت لا والو، غير هنايا الا شتوه برك ما طابلكمش وشتو الروز تاعكم شويه يابس وكامل، زيدوا له كميه تاع الماء ورشوه عادي، ما تكثرولوش بزاف، واحد تقريبا هكاك واحد 4 مغارف كبار، وعاودوا رجعوه يفور. هنايا انا الجلبانه تاعي والخضره تاعي كانت طابت، غير الروز كانت بقيت له حاجه قليله. رشيته بواحد 3 ملاعق كبار تاع رز، فتحته بهذه الطريقه كيما طعام عادي، وعاودت رجعته يطيب واحد لمده ربع ساعه. كان طاب معايا زبده. انتم لا طيبتوه ساعه، راني متاكده بلي يطيب لكم ويجيكم بنين من الداخل. هنا شوفوا خياتي النتيجه النهائيه تاع الطبق تاعي. شوفوا يجي ما شاء الله، يجي بنين بنين بنين، ما تامنوش شحال يجي بنين. اني متاكده اللي يحب الرز، اني عارفه بلي يعجبه هذا الوصفه، تعجبه وراح يعتمدها ويولي دائما يديرها. جربوها، ما راكو خاسرين والو، فيها طبق صحي، فيه رز، فيه خضره، فيه كلش. هنا خياتي ما بقى لي غير نقول لكم الى عجبكم لا فيديو، نحبكم تشتركوا لي في القناه وتفعلوا الجرس، كتبوا لي كومونتير كي تجربوها، ونخليكم في الخير الى فيديو لاحق. مع السلامه.